السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم الجديد عقول هاربة. هنا هنقعد نرغي سوا عن دماغنا دي، وإزاي ساعات بتودينا في دنيا تانية خالص مش موجودة أصلا. كل حلقة هنتكلم عن مواضيع مختلفة، وهنستضيف ناس ليها حكايات عجيبة، ناس دماغها خدتها ومشيت، سواء بقى كان بيفكر كتير زيادة عن اللزوم ولا خيال واسع قوي، ولا حتى الدنيا زنقت عليه فدماغه حبست. هنتكلم ونشوف ايه اللي بيخلي الدماغ دي تهرب كده، وإزاي ممكن الواحد يتعامل مع الأفكار اللي بتيجي فجأة وتشده بعيد. وهل الهروب ده بيكون حاجة وحشة على طول الخط، ولا ممكن يكون في كام حاجة حلوة مستخبية؟ جهزوا ودانكم وعقولكم، علشان هنروح مشوار جوه أغرب حتة في دماغنا. عقول هاربة، يلا بينا نشوف الحكاية. بص بقى، أنا هحكي لك حكاية يمكن تستغربها شوية. حكاية عن حاجة اسمها متلازمة جوسكا. يمكن الاسم غريب عليك، وأنا معاك. أنا نفسي أول مرة سمعته كنت فاكره اسم أكلة ولا حاجة من بتوع زمان، بس دي طلعت حكاية تانية خالص. بدأ من كام سنة كده لما بدأت أحس بحاجات غريبة بتحصل معايا. يعني مثلا أكون قاعد معاك دلوقتي مركز في كلامك، وفجأة تلاقي دماغي راحت في حتة تانية خالص، مش سرحان عادي بتاع الواحد بيفكر في مشكلة ولا حاجة، لأ، ده بيكون عامل زي فيلم اللي شغال جوه دماغي، بس أنا مش عارف أتحكم فيه. تخيل كده أكون ماشي في الشارع وفجأة أتخيل إني طاير فوق البيوت، وأكون بتكلم مع مراتي، وألاقي نفسي بتخيل إني بتخانق مع واحد صاحبي زمان، وحاجات ملهاش أي 30 لازمة في الوقت ده. الأغرب من كده إني في وسط التخيلات دي ممكن أحس بمشاعر قوية كأنها حقيقة بالظبط. يعني لو بتتخيل إنك بتتخانق، ممكن قلبي يدق بسرعة وأتعصب وأنا أصلا قاعد معاك. ولو بتخيل حاجة مفرحة، ممكن أبتسم وأنا مش واخد بالي. في الأول كنت فاكر إني بتجنن ولا حاجة، قلت أكيد ده ضغط الشغل ومشاكل الحياة. بيت عصبي متوتر على طول، ومش طايق حد يكلمني. حتى النوم ما كنتش بعرف أنام كويس، ودماغي شغالة أفلام طول الليل. طبعا مراتي الله يكرمها حست إن في حاجة مش طبيعية، قالت لي لازم نروح لدكتور. أنا في الأول كنت خايف. يا عم أنا كويس مفيش حاجة، بس لما الموضوع زاد عن حده سمعت كلامها ورحنا لدكتور نفسي، وقعد معايا كتير وسألني أسئلة كتير. في الأول ما كنتش فاهم هو عايز إيه، بس بالتدريج بدأت أحكيله عن الحاجات الغريبة اللي بتحصل معايا، عن التخيلات اللي بتيجي فجأة، وعن المشاعر اللي بتصاحبها. الدكتور كان صبور جدا وقعد يسمعني كويس، وفي الآخر قال لي إن دي حاجة اسمها متلازمة جوسكا. طبعا أنا استغربت الاسم وقعدت أسأله يعني إيه الكلام ده. قال لي ببساطة كده إن دماغي بتشتغل بطريقة مختلفة شوية. في جزء في الدماغ مسؤول عن التفكير المنطقي والواقعي، وجزء تاني مسؤول عن الخيال والأحلام. في الحالة بتاعتي دي، الجزء بتاع الخيال بيكون نشط زيادة عن اللزوم، وبيتدخل في حياتي اليومية بشكل مش طبيعي. قال لي إن الموضوع ده مش مرض نفسي بالمعنى التقليدي، يعني مش جنان ولا حاجة، هو أقرب لاضطراب في طريقة عمل الدماغ، وإن في ناس كتيرة جدا عندها نفس المشكلة، بس مش عارفة أو مش بتتكلم عنها. طبعا ارتحت شوية لما عرفت إن الموضوع ليه اسم، وإن أنا مش لوحدي اللي عندي كده. بس برضو كنت قلقان، يعني إيه الحل؟ هفضل طول عمري كده دماغي بتودي وتجيب لوحدها؟ الدكتور طمني وقال لي إن في طرق علاج كتير جدا ممكن تساعد. قال لي أول حاجة هي العلاج بالكلام، يعني جلسات معاه نتكلم فيها عن الحاجات اللي بتحصل معايا، ونحاول نفهم إيه اللي بيحصل من التخيلات دي وإزاي أقدر أتعامل معاها. كمان قال لي إن في تمارين معينة ممكن أعملها علشان أقدر أركز أكتر في الواقع، وأقلل من سيطرة الخيال، زي مثلا تمرين التنفس العميق أو تمرين التركيز على الحواس الخمسة. يعني أركز على الحاجات اللي بشوفها بسمعها بشمها وبحسها في اللحظة دي. أنا فهمت. وقال لي كمان إن مهم جدا إني أحافظ على نظام نوم كويس وأكل صحي، وأمارس رياضة بانتظام شديد. الحاجات دي كلها بتأثر على صحة الدماغ بشكل عام. بصراحة في الأول كنت متشكك شوية في موضوع العلاج الكلام ده، كنت فاكر إنه مفيش أي كلام هيغير حاجة بتحصل جوه دماغي. بس مع الوقت لما بدأت أحضر الجلسات بانتظام وأطبق التمارين اللي قالي عليها الدكتور، بدأت أحس بفرق بسيط. التخيلات ما بقتش تيجي بنفس القوة والحد زي الأول، بقيت أقدر ألاحظها وهي بتبدأ وأحاول أرجع تركيزي للواقع. صحيح الموضوع محتاج صبر ومجهود، مش بيختفي بين يوم وليلة، بس حسيت إن في أمل. الأهم من كل ده إن الدكتور فهمني إني مش لوحدي، وإن في ناس كتيرة بتعاني من نفس الحاجة.
ده خلاني أحس إني مش مكسوف ولا محرج من اللي بيحصل معايا. بقيت أقدر أتكلم مع مراتي بكل صراحة أكتر عن مشاعري وتخيلاتي، وهي كمان بقت تفهمني أكتر وتدعمني. متلازمة جوزكا علمتني حاجات كتير، علمتني إن مش كل حاجة بتحصل جوه دماغنا بتكون حقيقة، وإن مهم إننا نعرف نفسنا كويس، ونعرف إيه اللي بيضايقنا وإيه اللي بيريحنا. وكمان علمتني إن طلب المساعدة مش عيب، بالعكس ده دليل على القوة والشجاعة. فلو حسيت في يوم من الأيام إن دماغك بتوديك دنيا تانية خالص وإنت مش عارف تتحكم في ده، ما تخافش وما تتكسفش، روح لدكتور متخصص واسمع كلامه، وإن شاء الله ربنا يكرمك وربنا يشفيك. المهم تعرف إنك مش لوحدك. أنا طولت عليك النهاردة، بس حبيت أشاركك تجربتي، يمكن تفيد حد تاني. ربنا يعافي كل مريض. ويلا بينا نقوم نشرب شاي في حتة تانية. في النهاية والعبرة، المرض النفسي زيه زي المرض العضوي، يمكن أخطر ولازم نتعالج منه، وما نتكسفش من كلام الناس، لا بيودي ولا بيجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.